سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. قفلنا في الحلقة اللي فاتت بعد ما شفنا خروج أبطالنا من المجارير، وأخيرا بعد ما شافوا عربية الجيش جواها وقرروا يمشوا وراها يشوفوها رايحة على فين. بعدها شافوا أبطالنا إن الجنود اللي جوا العربية مشغلين عندهم بعض العمال من المبنى بتاعهم، واللي وسط ما كانوا شغالين بدأوا مرة واحدة يحسوا بهزة أرضية قوية مصدرها مجهول، لكن اتضح لنا بعدها إن سبب الهزة دي في الأساس يبقى بشري عملاق من أصحاب القدرات، واللي شفناه بينقض على البشر مرة واحدة وكان على وشك انه يخلص عليهم. قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميله واربط الاحزمه ويلا بينا على الفيديو. بيكلم ليه بطلنا وقتها وبيساله لو كان العملاق ده بجد بشري عادي زيهم، في حين ما كان فانج بيقول ان الموضوع مخيف لان العملاق شكله هو اللي حفر النفق من الخارج، وبما ان تحليلات فانج بتقوله انه احتمال يكون عمل كده لوحده، فده اللي بيخليه يخاف ويقول انه لازم يهرب من المكان ده في اسرع وقت، لانهم لو تم اكتشافهم هيتعمل منهم بطاطا مشويه برضه. بالنسبة لزومبا فبنشوفه بيكلم جندي وبيسأله فين التحلية يا معلم، وبيرد الجندي بين الأنفاق لسه ما تمش تنظيفها وبالتالي ما فيش وجبات خفيفة حاليا. مع كل كلمة كان بيقولها الجندي كانت مشاعر الغضب بتظهر أكتر على وش زون، ولما بيوصل لآخره من شدة انفعاله بيبدأ يضرب الأرض بقوة كبيرة وبصوت عالي بيقول إنه عايز ياكل وبيعمل زي الأطفال الصغيرين. المصيبة إن ضرباته دي كانت على وشك إنها تحطم الأرض تماما حتى في مكان أبطالنا، واللي بنشوفهم مصدومين وسط مكان الجندي بيصرخ على زون عشان يتوقف في الحال. بيلاحظ فانج مدى الخطورة اللي هيتعرضوا ليها لو فضلوا في المكان ده، وعشان كده بنشوفه بيطلب من ليه يمشي من المكان في الحال. بيبدأوا يمشوا سوا فعلا، ولكن المشكلة ان الحطام بيتسبب في غبار كثيف في المكان يا صديقي، والمصيبة الأكبر ان ليه بيشتم وده اللي بيخليه يتوقف في مكانه للحظات معدودة. السبب في كده ان الغبار خلاه عايز يعطس، وبالفعل بيعمل كده بجوار بطلنا الحزين، واللي بنشوف علامات الرعب ماليه وشه كله لان اللي عملوا ليه ده معناه انهم اتكشفوا. ولسه هيشتموا فانج بيتفاجأ بصوت الجندي بيطلب من اتباعه يمسكوا المتطفلين، وده اللي بيخلي فانج يركز على حاجه واحده بس وهي العوده للمجارير من تاني. اثناء ركض ابطالنا بيكون ليه حاسس بالذنب وعمال يعتذر لفانج، ولكنه بيرد عليه بان مفيش داعي للكلام ده حاليا والافضل يركز بس على الهروب. طبعا خطوتهم ما تجيش حاجه جنب خطوه قدم العملاق زون يا صديقي، وده اللي بيخلينا نشوفه بيقترب منهم جامد، وساعتها فانج بيطلب من ليه يزود سرعته شوية، لكن ولما بيلاحظ العدو انهم بيبعدوا عنه بيستخدم قدرته وقوته على الارض، واللي بيخليها تبدأ تنهار من تحت ابطالنا عشان يمنعهم من انهم يستمروا في الركض. لما بتنهار الأرض طبعا بنشوف أبطالنا بيسقطوا عليها، وفي البداية بيكون من الصعب عليهم العودة للجري من جديد أو حتى النهوض بس، لكن من اللي حصل ده بتيجي فكرة لبطلنا فبيطلب من ليه يهرب هو، بما انه عنده فكرة حلوة تخليه يعطل تقدم زون لفترة من الوقت. بمجرد ابتعاد ليه لمسافة مناسبة بيفعل فانج هالته البنفسجية وبيقول ان الوقت قد اتى وحان، فبنشوفه بيستخدم قدرته على الارض او يعني على الحطام اللي تسبب فيه زون من شوية، واللي بيعمله ده بيخلي خصائص الارض تبدأ تتغير ومش بيكون زون عارف يعبر من عليها. المشكلة انه قبل ما يفهم فانج بيحاول يعمل ايه بالظبط بيتفاجأ بنفسه بيعوم جواها، وساعتها بس بيفهم ان فانج خلاها طرية وكأنها رمال متحركة بالظبط. بيستخدم فانج هالته الخضراء لحظتها بسرعة عشان يرجع الارض صلبة ويحبس زون جواها، واللي بنسمعه بيقول لبطلنا انه لازم يمسكه حي بما انه من اصحاب القدرات زيه، ولسه بيقول انه لو رجع به القاعدة حية هياخد مكافآت ملهاش مثيل. بيتفاجأ بشعور شديد بالألم وكأن فانج بيحاول يكسر رجله، وقتها بيحاول زون يستخدم قدرته على الارض من تاني عشان يحطمها بعد ثواني، ولكن فانج بيلاحظ هو بيحاول يعمل ايه بالظبط وبيرجعها لحالتها اللينة من تاني. بيزداد غضب زون من اللي بيعمله فانج وبيقول له لو مسكتك يا اسطى هفلقك نصين. في حين ما كان فانج بدأ يلاحظ انه مش هيقدر يحبسه لفترة طويلة، بما انه يعني مش بيقدر يستخدم هالته لفترات طويلة حاليا. لحسن حظ بطلنا فريق جدع دايما جدع وكالعادة يعني، وده اللي بيخليه يبص وراه يطمئن على فانج، ولحظتها بيفهم انه في ورطة،
إلا إنه عارف إنه مش هيقدر يسبب أي ضرر لزون باستخدام إيديه بس، فبيقرر يستخدم عصا معدنية كانت موجودة أمامه على الأرض. اللي ما يعرفوش ليه بقى هو إن فانج بدأ يتدارك الموقف وأخيرا من ناحيته، وبيقول إن قوة زون بدأت إنها تضعف شوية وهيقدر يحبسه جوه الأرض. لكن للأسف كل حاجة بتتغير لما بنشوف ليه الجدع بيقفز من بعيد تجاه زون، وبصوت عالي بيوضح لفانج إنه هيساعده في هزيمة العدو. ومع إن فانج كان عايز ينادي عليه ويقول له يستنى عشان ما يبوظش الخطة كلها، إلا إن هجوم ليه بيكون وصل لدماغ زون بالفعل. وللأسف طبعا اللي بيحصل ده بيزود غضب زون أكتر وأكتر وبيكون على وشك إنه ينفجر. والمصيبة إن فانج بيلاحظ إن قوته بدأت تزداد بشكل كبير وبتملى وشه علامات الرعب. بكل غضب وانفعال بيقول له زون أنت اللي كتبت شهادة وفاتك بإيديك يا معلم. على طول قبل ما بيحطم الأرض المرة دي بكل سهولة وبيخرج من جواها، وساعتها بيجري فانج بسرعة وهو بيتمنى من جواه إن الوحش ياكل صاحبه ليه العبيط. أثناء الركض بيقول له فانج إن دي تاني مرة يعمل لهم مصيبة في أقل من ربع ساعة، ولكن ليه بيرد عليه بإنه ما قدرش يسيبه لوحده لما لاحظ إنه بيعاني أمام زون. بعد شوية من الجري ولأن زون كان بيحطم الأنفاق مع كل خطوة، فبنشوف إنه تسبب في تكوين حائط من الصخور وبيها قفل الطريق على نفسه. خلف الصخور بقى بيكون بطلنا بيحاول يطمئن على حالة ليه الصحية، واللي بيرد عليه بإنه بس تعب من الجري لأنه كان بيدخن لفترة طويلة. بعد ما بياخد ليه نفسه بيقول إنه فرحان لأنهم هربوا أخيرا من كتلة اللحم اللي اسمه زون ده، وبيسأل فانج لو كان شايف إنه ممكن يخترق الصخور دي من تاني، ولكن فانج بيرد بإنه هيعمل كده فعلا، ولكن الموضوع أكيد هياخد منه وقت طويل. بيسأل بطلنا ليه بعدها لو كان يعرف مكان الخروج من الأنفاق دي، وبيرد ليه بإنه اتولد جوه المجارير أساسا ودارس عنها بره وجوه كمان. لا وفوق كده فساعة آخر مرة شاف الخريطة الكلية لأنفاق الصرف الصحي سجلها جوه دماغه على شريحة الليمبي 8 جيجا بتاعة إيلون ماسك. بكل ثقة بعدها بيقول له ليه امشي ورايا بس وما تخافش من أي حاجة، في حين ما كان فانج بيقول إن شكلهم رايحين في داهية زي متوقع يا صديقي. وبعد 10 دقايق بالظبط من المحاولات بنشوف ليه عمال يجرب مختلف الطرق والأماكن ولكنه بيفشل في الخروج برضه كمان. وبعدها بتلت ساعة بيزداد الحال سوءا بشكل أكبر وبيكون فانج محبط لأن ليه لسه واثق في نفسه مع إنه أخطأ الطريق أكتر من 10 مرات، ومع إن ليه بيكون في أحسن حال ولسه متفائل بعد ساعة إلا تلت، إلا إن فانج بيقرر يقعد على الأرض وبيقول له كمل لوحدك يا اسطى عشان أنا جبت آخري من الزرتنج. بيشعر بعدها فانج برياح قوية وفي البداية بيكون فاكرها رياح الزرتنج، ولكن الغريب إن ريحتها بتكون عادية. للسبب ده بيخرج عن أفكاره البايظة دي وبيقوم يبص وراه بسرعة، وبيقول بطلنا لصاحبه إنه تقريبا وجد المخرج من المكان ده. بينادي عليه ليه وبيحاول يسأله عرفت منين الكلام ده يا معلم، وساعتها بيرد فانج بإنه شعر بحركة رياح قوية من الناحية دي. بيمشوا سوا فعلا في الاتجاه ده، وخلال لحظات بيكتشف فانج وجود أضواء من الأعلى، وساعتها بيتأكد من نظريته وبيقول إنهم لو مشيوا في الناحية دي فأخيرا هيخرجوا من المبنى. بيتحمس ليه جامد وبيقول له يلا بينا يا معلم على هناك في الحال، وسط ما كان فانج عايز يشتمه لأنه ضيع لهم وقتهم كله. بيبدأوا عملية التسلق بعدها على طول وبيكون الأمر سهل بالنسبة ليه، ولكنه جدع بزيادة وعشان كده بيكون خايف على فانج وبيقول له يخلي باله. ومع كل ده ولأن فانج مش مجرد شخص ضعيف وإنما من أصحاب القدرات، فبنشوف إنه استطاع الخروج من الأنفاق وأخيرا برضه، ولكن بعد ليه بلحظات. بياخدوا أبطالنا نظرة على العالم الحالي وبيقول ليه إن الجو مش برد قوي حاليا، وسط ما كان فانج بيقول إنه مش مصدق إن العالم تغير بسرعة كده. بينزل بعدها ليه على أرض الشارع وبينادي على فانج لأنه بيكون سرحان في حاجة، وبيقول له إنه يقدر ينزل عادي لو حابب لأن التلوج مش هتعوره يعني. بيرد عليه فانج بإنه مش خايف من التلوج أساسا وإنما مركز بس في حوار مهم، والحوار ده بخصوص مبنى دان فان اللي بيشتهر بيه الحي المجاور ليهم، بما إنه يعتبر أطول مبنى في الأحياء المجاورة ليهم كلها وكده يعني. بناخد بعدها نظرة عامة على المكان اللي هم فيه وسط شرح فانج للمشكلة الحالية. ما هو مكانهم الحالي في الحي ده معناه إنهم على الجهة الأخرى بالظبط من الحي بتاعهم، في حالة لو قلنا يعني إن الصخرة اللي في النص دي بتمثل مبنى دان فان. لكن ولأن الأجواء الثلجية الحالية عاملة مشاكل كبيرة في تضاريس المنطقة كلها، ففانج شايف إن أنسب حل ليهم هيكون هو الالتفاف حول مبنى دان فان. بيقول فانج بصوت محبط إن الحوار ده هياخد منهم حوالي يوم كامل أو أكتر شوية للأسف، ولكن ليه بيشجعه بيقول له إنهم لما يوصلوا لهدفهم هيأكلوا ويشربوا عند ناس يعرفهم. ده غير كمان إنه شايف إنهم لو بدأوا المشي دلوقتي حالا فهيوصلوا لهدفهم خلال كام
كام ساعة بس. ولسه ما خلصش ليه زارتنج اللي بيقوله ده بيتفاجأ بنفسه بيغوص وسط الجليد من تاني. بيقرر فانج يبطل يوبخه كل شوية لأنه خلاص أيقن إن ليه صاحبه ده عبيط، وعشان كده بيقترب منه وبيحاول يساعده وهو بيقول له يخلي باله بعد كده. بيفكر فانج مع نفسه شوية وبيقول إن الوقت متأخر وتساقط التلوج عمال يشتد، وعشان كده فمن الأفضل يبحثوا عن أي مكان يناموا فيه بأسرع وقت. ما هو كده شايف إنهم حتى لو مشيوا لحد هدفهم فالموضوع هياخد منهم ساعات طويلة، ومن الأفضل إنهم يرتاحوا قبل ما يكملوا مشي وكده يعني. بعد ما بيمشوا أبطالنا شوية بيطمنوا ليه وبيقولوا إنهم اقتربوا من حي جنشان، ولما يوصلوا هناك فأكيد هيلاقوا مكان يناموا فيه عند أي حد من أصحابه. ومع إن ليه شايف إنهم يقدروا يوصلوا لهناك في خلال ساعة واحدة بس، إلا إن حالتهم الصحية صعبة والاتنين ماشيين على عكازات من شدة التعب. المصيبة إن كل دقيقة كانت بتعدي عليهم كان البرد بيشتد أكتر وأكتر، وده اللي بيخلينا نشوفهم الاتنين على وشك إنهم يتجمدوا من البرد. وبيقول فانج إنهم كده هيموتوا زي الفراخ المجمدة. ولسه ما كملش كلامه بيلاحظ وجود حاجة أمامه بتخلي الخوف اللي كان فيه يزيد. ما هو يا صديقي شاف اتنين من الجنود اللي تجمدوا بشكل كامل، على الرغم من إنهم لابسين معاطف وحاجات تانية تقلل من شدة البرودة جامد. فبيقول فانج إن الطعام اللي كان معاهم أكيد نفذ منهم وما قدروش يعثروا على أي موارد بديلة، وواضح كمان إنهم تعرضوا لعاصفة ثلجية وفشلوا في الاختباء منها فماتوا. بيخاف ليه من الكلام اللي بيقوله فانج ده، وعشان كده بيكرر كلامه وبيقترح عليه إنهم يباتوا الليلة في حي جنشان منعا للتعرض لنفس مصير الجنود، وبما إن مفيش أي حاجة تضمن لهم عدم حدوث عاصفة تانية في وقت قريب، فده اللي بيخلي فانج يوافق على كلامه فورا ومن غير أي تفكير. بعد شوية من المشي بيوصلوا بالفعل عند المنطقة اللي بيتكلم عنها ليه، وبيلاحظوا هناك إن كتير من المباني لسه بحالة جيدة رغم سوء الجو. فبيقول فانج إن التلوج هنا شكلها مش كثيفة قوي زي اللي عند المبنى بتاعهم، وعشان كده فهو حاسس إن أحوال الناس هنا قد تكون أفضل بكتير عنهم. لكنه للأسف وكالمعتاد مش بيلحق إنه يفكر لفترة طويلة لما بيظهر أمامهم خيال لبعض الأشخاص، وبيسأل بطلنا ليه بسخرية لو كانوا دول مما عارفه. ومع إن كلام فانج بيكون واضح لأي شخص عبيط إنه مجرد هزار وسخرية بس، إلا إن ليه بيصدق كلامه بجد وبيطلع يجري على مجهولين. ووسط ما كان فانج بيحاول ينادي عليه وبيقول له يستنى لأنه كان بيهزر. للأسف وبسبب سوء الجو بيختفي ليه من أمام بطلنا بعد ثواني، وبيكون فانج متوتر وبيقول في نفسه إنه ما كانش يعرف إن العبيط ليه هيعمل كده بسبب كلامه. المصيبة إنه لما بيقترب من مكان ليه بيشوف أمامه اتنين من اللصوص رافعين سلاحهم عليه، وبيقول له واحد منهم ما يتحركش لأنهم حرامية وعايزين ياخدوا كل اللي معاه. بيحاول فانج يسحب المسدس بتاعه هو كمان وبيقول إنه لازم يكون سريع، لكن ولسوء حظه بيكتشف إنه أبطأ من السلحفاة لأن حركة إيديه بتعصب الحرامي، وبيضرب رصاصة جنب رجله كنوع من التهديد وكده يعني. على طول بعدها بيرفع الحرامي صوته على بطلنا وبيقول له إنه شايف هو بيحاول يعمل إيه، ولو إيديه راحت ورا ظهره تاني يقدر يعتبر نفسه ميت. بيتدخل صاحبه عماد وبيقول له يبطل اللي بيعمله ده ويركز في المهمة، ولكن صاحبه نمر بيرد بإنه حاسس إن فانج معاه حاجات بيحاول يخبيها. بيقترب نمر من بطلنا بعدها بنفسه بيقول له يستسلم ويطلع كل حاجة معاه في الحال لو كان يعني عايز يعيش هو وصاحبه العبيط اللي معاه ده. بنسمع لحظتها أفكار فانج اللي بيقول إن قدرته هتسمح له يستحمل الرصاصة عادي بما إنه يقدر يعالج نفسه بمجرد وصولها إليه بالظبط. لكن مشكلته لحاليا إن في مسدس كمان على دماغ ليه، ومش بعيد اللص التاني عماد يفجر دماغه لو شعر بالغدر من بطلنا تحديدا. وللسبب ده بيسلم فانج نفسه وبنشوفه بيتسلق معاهم على الجبل مضطرا. لو اقتربنا منهم بقى فهنسمع الواد عماد بيقول إن المسدس بتاع فانج شكله حلو، وبيرد عليه نمر بإنه كان واثق إن في حاجة مش تمام مع فانج من البداية. بيقاطع فانج محادثتهم دي وبيسأل نمر لو كانوا ممكن يسيبوهم يروحوا بما إنهم خدوا كل الموارد اللي معاهم، ولكنه بيرفض كلام بطلنا وبيقول له إنه محتاج لهم في حاجة كمان الأول. بيتدخل وقتها ليه في كلامهم بعد ما بيبعد نمر شوية وبيسأل فانج هو الواد ده يقصد إيه بالظبط. فبيستغل فانج الفرصة عشان يخوف ليه يا صديقي، وبيقول له إنهم أكيد عايزين يخزنوهم كطعام احتياطي، فبيخاف ليه لحزين بالفعل. أثناء ما كان ليه بيبكي على حالته بيسرح فانج في أفكاره وبيقول إن المكان اللي هم واخدينهم إليه ده شكله حلو الصراحة. ما هو البيت يعتبر موجود فوق تلة عالية يا صديقي، وفانج بيقول إنهم يقدروا يشوفوا مدينة هانشوان بتاعتهم كلها من التل ده. بعد شوية من المشي بيبدأ يتضح شكل البيت بشكل أكبر لفانج، والمدهش أكتر إن التحكم في بوابات المنزل بيكون من خلال الريموت. سبب ده
دهشة فانج مش بس التكنولوجيا المتطورة اللي اتصممت بيها مداخل المنزل، وإنما لأن الكهرباء لسه موجودة في الحي، وده معناه إنهم قد يكونوا بيستخدموا مولدات قوية. ما هي المفروض إن الكهرباء مقطوعة في المدينة كلها من فترة يا صديقي، ووجودها في أحد المنازل أو الأحياء السكنية يعتبر كنز في الوقت الحالي. بتزيد دهشة فانج بشكل أكبر كمان لما بيقترب من أحد المنازل، وبيكون هيتجنن لأن شكله لسه مبني حديثا مع إن مفيش غير شخصين بس في المكان ده. لكن ولأن ده مش المهم حاليا، فبيقول إنه بس عايز يتأكد إن الاتنين دول مش أعضاء من عصابة كبيرة ولا حاجة، لأنه لو اتغلب عليهم فساعتها يقدر يجيب عيون وجين ويعيشوا جوه المنزل ده، وكمان يستخدم قدرته في تقوية وتحسين دفاعاته وتحويله إلى حصن قوي. بياخد عماد باله من بسمة الانحراف اللي على وش فانج، فبيديله على دماغه وبيقول له يبطل يبتسم كده وهو مجرد رهينة ملهاش لازمة. بيشاور لهم نمر بعدها على أدوات الحفر الموجودة قدامهم، وبيقول لهم يبدأوا الحفر في الحال لو كانوا عايزين يعيشوا. ما هو بيوضح لهم إنهم كل اللي عايزينه منهم بس إنهم ينهوا عملية الحفر اللي بدأوها، وبيوعدهم نمر إنهم بعدها هيسيبوهم يمشوا وهيمنحوهم شوية موارد كمان. بيستغرب فانج من كلامهم وبيسألهم لو كانوا بيتكلموا جد، وساعتها بيرد عليه عماد بإنهم عمرهم ما كتبوا قبل كده، ولكن في المقابل فلو حاول حد فيهم يعصى الأوامر هيخلصوا عليه. بيتجه بعدها عماد ناحية البيت بتاعه وبيقول إنه هيرتاح جواه شوية، في حين ما بيطلب من الواد نمر يراقبهم وهم بيشتغلوا ولحد ما يخلصوا شغل كمان. ومع إنه بيوافق فعلا على كلام عماد إلا إنه بيكون متعصب، وبيقول إن عماد ده دايما بيحاول يسيب عليه كل الأعمال الشاقة، وبما إنه متعصب حاليا فبيطلع غضبه على أبطالنا وبيأمرهم يبدأوا شغل في الحال. وساعتها بيحاول فانج يتزاكى وبيقول له إن الشغل وهم مربوطين هيكون صعب عليهم. بيزداد انفعال نمر عليهم وبيقول لهم إنه مش هيفكهم كده كده مهما حصل، ولو ما بدأوش شغل في الحال فهيعمل منهم لحمة ويحط عليهم بصل. طبعا أبطالنا لما بيسمعوا كده بيبدأوا شغل على طول عشان محدش فيهم بيحب ريحة البصل، مع إن فانج بيكون متوتر لأنه مش فاهم سبب حفر الخندق الصغير ده. أثناء الحفر بينادي ليه على بطلنا بصوت واطي وبيسأله لو كانوا بجد هيسيبوهم يعيشوا بعد ما يخلصوا حفر، وبيرد عليه فانج بإنه مش عارف ولكن من الأفضل إنهم يسمعوا الكلام وخلاص. بس كلامهم سوا بينقطع بعد ثواني لما بياخد بطلنا باله من حاجة مهمة، ولكنه في البداية مش بيكون فاهم إيه الحاجة دي بالظبط يا صديقي. مع شوية تركيز على الحاجات المدفونة وسط التلوج دي بياخد فانج باله من إنها أجساد بشرية، وشكل اللصوص دول وراهم مصايب أكبر مما كان يتخيل فانج بكتير قوي يا صديقي. لكن ولأن المخرج عايز كده فمحدش هيعرف مصايب إيه حاليا، بما إننا يعني وصلنا لنهاية الفصل وكمان لنهاية حلقتنا. فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.